صديقي القعقاع التميمي من الجزائر باعت بيسأل عن مشكلة ميكرويف بيعمل انفجارات وفرقعة. ففي الفيديو ده هنعرف ايه اسباب المشكلة دي وازاي نعالجها بكل سهولة. بالمناسبة انا بعز الجزائر جدا واهلها الطيبين لان انا كمان كان ميلادي في الجزائر اصلا يعني، فتحياتي لاهل الجزائر وكل اخواتنا العرب. بفكرك ان القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من اول الاساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. انا احمد داوود، دكتور هندسة. دكتور هندسة. ده نموذج ميكرويف قدامنا، شايف الصدى اللي مالئ الجسم من جوه، حتى عند المكان بتاع الميكا دي بتتحط امام الماجنترون اللي بيبعت اشعه علشان تعمل التسخين. يعني الصدى ده في البادي بتاع الميكرويف من الداخل هو ده السبب في الانفجارات والفرقعه اللي بتحصل. فهنا بيبتدي ينظف الصدى ده بالصنفره، بيصنفر كده بجهاز شبه الشنيور كده زي ما انت شايف، لكن عادي ممكن تصنفر بصنفره عاديه باي شكل. طبعا دي لان دي ورشه فهم عندهم العده متوفره، لكن انت بصنفره تقدر تصنفر. كذلك بيصنفر عند الباب زي ما انت شايف، عليه انه يوقع الصدى ده كله. الصدى ده هو اللي السبب اللي بيعمل الانفجارات بتاعه الميكرويف. لما بتطلع الموجات بتاعه الماجنترون من ورا ورقه الميكا اللي شفناها من شويه، او اللي ما شفناهاش اللي هي مكانها حوالي اللي مكانها ده في صدى، هنشوف ورقه الميكا دي في الاخر. فالاشعه اللي بتطلع من ورا عند الماجنترون دي تخبط في الصدى فبتعمل الانفجارات دي. هنا هو بيرش ماده مذيبه للدهون. الماده دي بتجيبها من اي حد بتاع منظفات، وست البيت عارفه بتجيبها منين، وبتعمل بيها البوتاجاز وكده، بتغسل بيها البوتاجازات. فالموضوع ده ما فيهوش حاجه صعبه يعني. زي ما انت شايف هو بيرش عشان يوقع الدهون كلها. هو طبعا خلاص هو صنفر الصدى وبيزيل الدهون دلوقتي، وبعد كده هيدهن. بمناسبة الماجنترون يا جماعة، كنا عاملين فيديو على القناة واتكلمنا عن دايرة التسخين بالتفاصيل. لو عايز تفهم الماجنترون شغال ازاي مع المكثف مع الترانس مع الدايود متوصلين ازاي وفايدة التوصيل ده ايه، شوف الفيديو بتاع دائرة التسخين. هو هنا مازال بينظف الدهون اللي على البادي بتاع الميكرويف من الداخل. برضو انت مش محتاج الشنيور ده او الجهاز اللي شبه الشنيور ده، يعني بيسموه دريل، انت مش محتاجه. يكفي ان انت ممكن تعمل بقماشة زيه كده. هو هنا نظف جسم الميكرويف من الداخل، وبعدين جاب الدوكو بقى، جاب دوكو اسود وحط فيه قطرات بيضة صغيرة، نقط بيضة كده، علشان لما يقلب يتحول للون الرصاصي زي ما انت شايف، لان الميكرويف من الداخل لونه رصاصي. تمام، انت بقى على حسب اللون اللي عندك، لو ابيض فجيب دوكو ابيض. وبعد ما بيقلب بيدهن زي ما انت شايف، بيدهن الصدى بيغطيه خالص. كل الصدى والاماكن اللي هي العريانه دي اللي هي من غير دهان دي، هي دي اللي اشعه الماجنترون لما بتخبط فيها بتعمل الانفجارات. ورقه الميكا هنشوفها دلوقتي اللي هي بتتحط امام الماجنترون دي، اللي هي بتركز اشعه الماجنترون اللي بتدخل جوه الجسم. اشعه الماجنترون ما ينفعش تقابل اي معدن، حتى انت لو حطيت معدن جوه الميكرويف وشغلته هتلاقي فيه انفجارات. ادي ورقه الميكا اللي بتتحط عند الماجنترون، وهنا بيوريك انه تم دهان الجسم من الداخل كله. ارجوك ما تنساش والدي وما تنساش محمود اخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجه يا ريت تدعي ليا وليك بالصحه والستر وراحه البال والهدايه للطريق الصحيح والمستقيم.